بتحب تتعلم من النت؟ تحب تتعلم مع نفسك؟ تحب تتعلم ببلاش؟ او حتى ممكن تدفع بس مش عايز تنزل من البيت، كسول شويه وعايز ما تتحركش كتير وده عادي، وعايز توصل لمستوى محترم في اللغه الانجليزيه. انت جيت للشخص الصح. هقول لك تقدر تعمل ده ازاي، بس هتشوف الانترو وهتجيني مره تانية. ويمساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب وبنات في فيديو جديد. اول خطوه محتاجين نعملها، انت عايز تتعلم انجلش ليه؟ والله بجد اسال نفسك، انت عايز تتعلم انجلش ليه؟ احسن نوع او احسن رد بحب اسمعه في السؤال ده، وهو انا بتعلم لنفسي، ما اعرفش لقدام وللزمن. تحفه. ولكن في ناس بيبقى عندها احتياجات محدده، اللي عايز يتعلم عشان دراسه، اللي عايز يتعلم عشان شغل، عشان عايز يسافر، ولا عشان يزود دخله، ولا عشان اصلا يدرس اللغه نفسها وتبقى بالنسبه له مصدر دخل. يعني تعددت الاسباب. فمحتاج هنا تحدد هدفك بالظبط. انا عايز اتعلم انجلش ليه؟ لأن بناء على ده طريقة تعلمك نفسها ممكن تتغير شوية. تاني خطوة وهي فكرة بسيطة، انت مش لازم كورس، ولو بتاخد كورس ما تعتمدش على كورس بس، ولو انت شغال مع نفسك ما تعتمدش على نفسك بس. انت محتاج طريق تمشي عليه، خطة ثابتة. يعني حتى الكورسز وحتى عندنا في جيت واي انجلش كوميونتي اللي احنا بنركز عليه هو ان احنا بنوفر لك خطة تمشي عليها، سواء استمريت مع جيت واي او حتى كملت شغل مع نفسك او عايز تشتغل بجانب جيت واي. فانت بتتعرف في اي كورس على افضل واقصر طريق للهدف بتاعك. خلينا نتكلم شوية عن الانبوت. الانبوت ده هو الحاجه الجديده اللي داخلالك، المعلومات الجديده اللي انت محتاج ان انت تتعرف عليها، واللي هنا بنتكلم فيها في الفوكابيلاري والجرامر والاكسبريشنز والبونز والحاجات، يعني المعلومات الجديده اللي بتخش لك. تاكد ان اي معلومه تخش لك تكون انجلش تو انجلش، مش بالعربي. يعني ما تتعلمش الكلمه تاخدها تترجمها العربي وبعد كده تفهمها، لا، ترجمها from English to English. وهنا أنصحك بديكشنري اسمه thefreedictionary.com، كلمت عنه كتير ودايما هنصح بيه الناس، وهتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اسمع محتوى بسيط بالإنجلش من على يوتيوب مثلا، اقرأ قصص، اسمع بودكاست، شوف فيديوهات حتى لو 5 دقائق بس تكون بالإنجليزي. مش مهم الجرعة، يعني الجرعة هنا، الجرعة بتاعت الانبوت قصدي، مش لازم تكون كبيرة، ممكن تبقى 5 أو 10 دقائق بس في اليوم، بس بشكل مستمر، بشكل كونسيستنت. خش على تطبيقات ومواقع زي لينجوا، ستوري بيريز، او انكفيد، يعني مواقع كتيرة جدا تقدر انها تفيدك انك تتفرج على فيديوز او تسمع انجلش من حد من اهل اللغة. خلينا نتكلم بقى شوية عن الاوتبوت. احنا اتفقنا ان الانبوت هي المعلومات الجديدة اللي داخله لك، الاوتبوت هو اللي طالع منك انت بقى. يعني انت سمعت فدخلت معلومات جديدة أو قريت فدخلت معلومات جديدة. دلوقتي الأوتبوت إنك تكتبها أو تعبر عن نفسك أو تتكلم. وهنا بتكمن المشكلة بتاعتك. ليه؟ عشان أنت خايف تتكلم، خايف تحكم حتى على نفسك إن أنت غلط، أو خايف حد يسمعك فيقول ده الإنجليش بتاعه زي الزفت، يبقى حكم من نفس عن نفس او الغير، فبيبقى عندك حاجز نفسي هنا. وانا متفهمك، وانا كنت زيك بالظبط، في ملايين غيرك زيك، بس الحاجز ده مش هيتكسر غير لو انت كسرته بايدك. بالاخر تكسره بايدك ازاي؟ اعمل ده. خايف من حاجه؟ اعملها كتير. عندك مشكله في سكيل معينه؟ اعملها براكتسنج كتير. فهتفتح كاميرا الموبايل بتاعتك، هتسجل نفسك وانت بتتكلم انجلش، وهتتفرج على نفسك. فاول مره تعمل كده تبقى عايز ترجع، وهتحس انك كاره نفسك ومش طايق الموضوع ولا طايق نفسك ولا طايقني ان انا قلت لك على فكره. بس معلش كمل فيها شويه. والله العظيم يا اخي، مجرد ما تكسر الحاز النفسي ده او السور اللي بينك وبين الطريقه دي، هتلاقي نفسك متقبل نفسك ومتقبل اللغه بتاعتك، ومش هيحس بالموضوع ده ولا هيستشعره غير الناس اللي جربت مثلا تاخد كورس في مكان زي جيت واي انجلش كوميونتي، ولقوا ان هم موجودين بين ناس بتغلط نفس غلطاتهم، عندهم مشكله في الانجليش وبيحاولوا يطوروا فعلا منها، واللي هو عادي. انا زي الناس اهو، مش هتعلم غير لو غلط. اتكلم مع تشات جي بي تي او جيميناي او كوبايلوت، يعني مهما كان الاي اي تول اللي انت هتستخدمها، تقدر تكلمها فويس دلوقتي وترد عليك فويس. ممكن تطلب منه يصحح لك الغلط. المهم يبقى فيه براكتسنج بشكل يومي حتى لو بتاخد كورس. خلينا نتكلم عن نقطة تانية، وهي المفردات، واللي بنقول عليها الفوكاب او الفوكابيلاري. هنا وده انا بقوله كتير، في ناس بتبقى فاكره ان الجدعنه ان انا احفظ كلمات كتيره. لا خالص. انا لو كل يوم حفظت 5 كلمات بس وعملت لهم براكتسنج صح، فانا هنا ركزت على الكواليتي اوفر كوانتيتي. لان انت لو حفظت 50 كلمه في اليوم، اراهنك لو تاني يوم فاكر منهم 15 20 واحده. فاحنا تمام. عشان نحافظ على الاستمراريه مش هنتقل على نفسنا في اليوم، عشان ما نحسش ان في تسكايه تقيله على قلبنا في اخر اليوم. فاللي هنعمله ان احنا هنحافظ على ال5 دقائق بتوع كل يوم، اللي هو هنحفظ فيهم 5 كلمات جديده، بس هنعمل عليها براكتسنج كتير. بعد السنه انت متخيل هتبقى حفظت كام 5 كلمه او كام 5 كلمات؟ احسبها انت. لما تتعلم كلمه جديده حطها في جمله، تعلمها بسياق وامثله من حياتك انت، استخدمها كتير واعمل بيها براكتسنج كتير، واستخدمها في الفيديوز اللي اتكلمنا عليها من شويه، او الفويس نوتس اللي انت هتسجلها لنفسك. فخلينا الخص لك كل اللي انا عايز اقوله لك ده
في هيئة خطة تقدر تتعلم بيها انجليزي ببلاش وانت في مكانك. يوميا 45 دقيقة بس، 15 دقيقة استماع، وده بقى بودكاست، فيديو، المهم يكون انجلش من أهل اللغة. 10 دقائق قراءة للستوري أو لقصة في حتة أنت بتحبها أو في مجال أنت بتحبه، والكلام الجديد عليك سجله على جنب. تالت حاجة هتعملها إنك تتكلم كتير، سواء مع نفسك أو AI tool أو حتى لو في كورس conversation كده. ده برنامج كامل متكامل، وهتلاقي نفسك بعد فترة انت حاسس ان مش ناقصك حاجة، انت فعلا بتتطور وبتتغير تغيير جذري. هنا بقى يبقى عندك سؤال، معقولة ده هيخلينا اتكلم؟ انا اتعلمت كده. اللي انا بقوله لك ده مش كلام نظري انا جايبه من كتاب وجاي اقوله في فيديو والموضوع انتهى. انا شخصيا عملت ده. انا ما خدتش كورسات في حياتي خاصة بالإنجليش خالص، وده اللي مخلينا بنعلم الناس في جيت واي انجلش كوميونتي بطريقة مختلفة عن العادي. لأن طول ما أنت بتعمل براكتسينج وطول ما أنت بتتعلم صح هتتعلم صح بجد وهتتكلم صح. بعدين ما تجرب يا أخي، أنت خسران حاجة. فعشان نبدأ صح محتاجين نعرف مستوانا الحالي ايه. مفاجأة بقى من العيار التقيل، بما انك صبرت معايا لحد هذه اللحظة من الفيديو. اتكلمت اكتر من مرة عن ابلكيشن ايستوريا، ومن ضمن المميزات بتاعته ان هو بيعمل لك بليسمنت تيست. طبعا البليسمنت تيست ده مش هناخده كلام موثوق قوي يعني وناخده ونسافر بيه، ولكن ده هيديك حتى انطباع عن مستواك الحالي. البليسمنت تيست ده توتالي فور فري. هتلاقي لينك ايستوريا موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. تقدر تنزل التطبيق مهما كان المنصة بتاعتك وتقدر تعمل البليسمنت تيست عليه وتعرف مستواك الحالي التقريبي. الخلاصه اللي انا عايز اقوله لك من الفيديو كله، انت مش دايما محتاج كورس. حتى لو بتاخد كورس مش لازم ان انت تكتفي بيه، ما ينفعش اصلا ان انت تكتفي بيه. محتاج تمشي على الخطه اللي احنا اتفقنا عليها وتجرب، لان هكون كداب لو قلت لك ان الخطه اللي انا قلتها دي هتتماشى مع كل الناس، بس انت محتاج تجرب. امشي عليها لمده 3 شهور وارجع اكتب لي كومنت قول لي وصلت ليه. يا رب تكون استفدت النهارده شويه. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. اشوفك ان شاء الله الفيديو جاي.